ماتش كبير، ماتش كبير كان قافل، غير بقى القاضيه وغير الوداد كان قافل، وهدف لعلي معلول فرق جدا جدا. انا فاكر الماتش، لو انت مش فاكره انا هفكرك بيه. الاتحاد ده الاتحاد السنه اللي قبل اللي فاتت 2019 ايوه. دخلنا لا قبل بعد 2019 كان مع المدرب أيوة لاسارتي. كان مع لاسارتي ده كان في الوقت الضايع. في الوقت الضايع. وفي طلائع الجيش برضه لما ضيعت بيرندي وبعدها جبت جون الثاني. لا وفي انبي وماتش انبي اللي دخلنا بيه تشامبيونز ليج. لا في كاس العالم احنا برضو كنا كسبانين، الدنيا كانت هتبوظ، جبت الهدف. لا بس ماتش انبي ده، ماتش انبي ده لو كنا تعادلنا وخسرنا ما كناش دخلنا. لا ما كناش دخلنا تشامبيونز ليج. ايوه صح ما كناش دخلنا اصلا تشامبيونز ليج. ندخل الشامبيونز ليج. انت جبت جونين ده في الوقت الضايع. في الوقت الضايع برضه. قول لي انا عملت اوحش ماتش في حياتي. انت بتهزر؟ والله العظيم اوحش ماتش والله اوحش ماتش في حياتي. اللي جبت فيه الجونين ده؟ جبت فيه جونين. انا طالع بعد الماتش مش مبسوط، والكابتن بيقول لي انت قلت له انا مش مبسوط. حتى لو جبت جونين ما كنتش مبسوط. ما كنت انا مش مصدق نفسي. انا في الماتش عمال اقول كل شويه هيطلعني امتى. والله العظيم لا والله كنت وحش يعني اول مره في حياتي ما بعملش حاجه صح. لا يا راجل. والله وربنا كفاني لحد دلوقتي بدأ عشان موسيماني كان موسيماني كان بالنسبه له انا لازم ابقى موجود حتى لو مش قادر، لو مش فايق. حتى هتكسب. انا عارف انت هتكسب. كان عنده ثقه عنده ثقه فيا كبيره جدا جدا. وجبت جونين بس احنا والله مش فاكرين انت كنت وحش. والله لا فاكرين انت نجم المباراه. كنت وحش قوي. لا كنت وحش قوي يا كابتن. انت بتحس بنفسك؟ انا مش مصدق. انا والسوليه على طول بنتكلم مع بعض. والسوليه فانا بكلمه بعد الماتش بيقول لي هو انت لعبت الماتش؟ قلت له لا ما لعبتش بس جبت جونين. بيقول لي انت في حاجه؟ كنت تعبان او كنت؟ اقول له مش عارف. بتراجع نفسك؟ انا كل ماتش بعد ما اخلص اروح اتفرج على ماتش تاني. اشوف نفسي عملت ايه. انا لو مثلا عملت ماتش وحش تاني يوم هيلاقي وشي قد كده مبلم. انا زعلان انا على نفسي والله. والله زعلان على نفسك. ان انا ما عملتش ماتش كويس حتى واحنا كسبانين. ده بس ده حاجه هايله يعني. ان انا بعرف اقيم نفسي كويس. انت بتعمل لنفسك انت محلل اداء. بشوف نفسي حتى بعد الماتش مثلا كسبانين وعملت ماتش وحش وجبت جون او عملت ما اطلع لا بتطلع مش مبسوط. مش انا النهارده. اكتر ماتش طلعت راضي عن نفسك فيه؟ ماتش راضي عنه؟ ماتش انت قليل ما بتبقى راضي عن نفسك؟ قليل الصراحه والله. بس ماتش انا الصراحه ماتش الزمالك ده انا بالنسبه لي ده اللي هو نهائي القرن. ده اهم حاجه عندك. ده بالنسبه لي ماتش عملنا فيه كل حاجه متكامل. يعني انا في الفرحه بتاعت الجول بتاع عفشه انا مش قادر اجري يا راجل. والله جيت اجري كرامبات في كل حته. لا من كتر يعني المجهود من كتر الجري والضغط اللي كان موجود والله ما كنت قادر اجري. يعني كرامبات جت مش قادر اجري. وقفت في نص الملعب. يعني وقفت هناك خلاص مش قادر اجري. مش قادر تجري تهنيه. ما رحتش اصلا. قاعد هناك في نص الملعب. والله يعني ده اكتر ماتش انا كنت راضي عنه يعني. ده اكتر ماتش وكنت فرحان بيه. كنت مبسوط. عملنا كل حاجه صح دفاعيا هجوميا. نعم كنا كويسين. نعم. والفرحه اللي كانت دي لا احنا عشنا اسبوع قبل الماتش كنا قافلين قفله. والله وكان ساعتها كورونا كانت الدنيا صعبه قوي. وديانج جاله كورونا قبلها. وليد سليمان قبلها. بس الماتش ده كان بالنسبه لنا اهم ماتش يعني في حياتنا كلنا. ماتش الاهلي والزمالك نهائي القرن بتعتبره لحد دلوقتي اهم ماتش في حياتك كلها. اهم ماتش. كابتن